الأخبار الموجزة ليوم الأحد. شارك المساعد الاقتصادي لرئيس الوزراء الملا عبد الغني برادر وتحدث في الحملة الوطنية للزراعة التي نظمتها وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية في بادنباغ. عقد المؤتمر التنسيقي لوكالة التعليم الفني والمهني مع القطاع الخاص. تخرج 395 شرطيا من التدريب المهني والديني وحصلوا على شهادات تخرج من مركز تدريب الشرطة الوطنية بمقاطعة هلمند. بدأت الوكالة الوطنية للمعايير حملة لتثبيت شعار المعيار على السيارات على الطرق العامة لمدينة كابول لأجل تعزيز ثقافة المعايير. عقد الاجتماع الإداري الأسبوعي للمديرية العامة للجوازات برئاسة مولوي عبد الكريم حسين مدير المديرية العامة للجوازات. شارك مسؤول مقاطعة غور في الاجتماع الذي نظمها وزارة الحدود وشؤون القبائل لجعل الأخوة والوحدة بين الشعب.